بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أنا طبعا بعتذر لكل الناس اللي هم مشتركين عندي في القناة إن أنا بقالي أكتر من شهر ما بقى أو 25 يوم كده ما بنزلش فيديوهات ولا في أي حاجة، لأنه زي ما أنتم شايفين الفترة اللي فاتت دي فترة هرجلة بالنسبة للعربية الجديدة، وأنا لقيت فيها كلام ما عجبنيش، فكنت لازم أطلع وأتكلم وابتدي إن الموضوع كده. فعشان كده الموضوع ده خدني كتير، موضوع العربية اللي هي الهامكو العربية الجديدة، وبحكم شغلنا كشغل عربيات وكده، فكنت لازم ان احنا لازم اتابع الموضوع. وعملت طبعا فيديوهين وقلت مش عايز اعيد الكلام تاني. عملت فيديوهين وقلت ان المفروض كانت العربيه تبقى موجوده، يبقى تحت ايدي الحاجه، وابتدي بعد كده اعمل لها دعايه واعمل لها اعلان ليها تمام كده. ما اتكلمش في تفاصيل ولا قلت العربيه دي مواصفاتها وموتورها والكلام ده كله واستهلاكها ومش مستهلاكها والشاسيه وما شاسيه، الكلام ده ما ملوش كل العربيات كلها اعتقد كلها واحد، بس عشان احنا متفقين الموتور التملي موتور الجاز ده موتور عادي جدا زي العربيه اللي نازله دي زيها زي اي عربيه موجوده عندنا، العربيه الدبابه والعربيه GMC والعربيه الاسوزو والعربيه التويوتا والعربيه الوينجل وكل زيها زي بقيه ما، الا ان ده بيبقى حاجه جديده حاطين فيها حاجه عاملين حاجه جديده، وربنا يسهل ممكن تبقى الحاجه الجديده دي يبقى حاجه مفيده للناس كلها. تمام. اخونا اتصل علينا امبارح الثلاث، قال لي ان انا حجزت العربيه، رحت حجزتها في البنك، والبنك راح الشركه ادت له ورقه، راح البنك راح حجز العربيه. حجز بكام؟ عشان بقى انتوا عايزين تعرفوا موضوع الحجز ده. حجز بكام؟ هو دفع 400,000 جنيه وبقى عليه 105,000. انا بشكره اولا، بس ان هو الراجل بعت لنا ما يثبت، لان انا ما اعرفش اتكلم غير بورقه، ما اعرفش اتكلم غير بمستند، ما اعرفش اتكلم كده عشوائي كده. فالراجل بعت الورقه اللي تثبت ان هو حجز 400,000 جنيه باقي عليه 105 ولسه ما استلمش. لما يجي يستلم، طب يا عم البنك فتح، قال لك لا قفلوا دلوقتي لحد ما يخلوا الدفعه. طب الدفعه دي قسط ولا كاش؟ الدفعه دي كاش، ما كلموش قسط. والبنك العربيه مش تبعه، العربيه تبع شركه اسمها شركه وكيلي، هي اللي بتبقى مسؤوله على العربيه. عشان كده هم بيقول لي، عشان كده بقى هم بيبيعوا العربيه كاش، عشان يبقى كل العربيه ما فيهاش قسط وكده. البنك ملهوش دعوه، ده الكلام الراجل قاله لي. طبعا انا مش هقدر طبعا اطلع الورقه باسمه والكلام ده كله، ورقه الحجز، بس انا وارد ان ممكن ممكن نشوف الورقه، نشيل الاسامي ونشيل الحاجه ونوريك ورقه الحجز تبع بنك الائتمان والتنميه الزراعيه تبع محافظه الدقهليه. تمام. فهو ده الكلام الطبيعي، والكلام اللي في الشركه انا هوريكم في الخلفيه الكلام اللي هو الشركه قايلاه على مواصفات العربيه. سيان بقى زعلانين، سيان ان هو ياباني مش ياباني، خايفين صيني مش صيني، طبعا ما نعرفش ما نعرفش. بس اللي انا عايز اقوله، سواء بقى بص ياباني صيني تايلاندي اي حاجه بالنسبه للموتور، النهارده بقت في قطع غيار صيني، وانتوا عارفين انا بتاع قطع غيار، في قطع غيار صيني النهارده وصل سعرها زي سعر التايلاندي والاصلي، قربت قوي، قربت. معنى كده ان الموضوع ما بقاش موضوع جوده، بقى موضوع سعر. انا مش عايز واحد الناس يجي تقول مثلا، انا سمعت الكلام ده على موضوع العربيه الدبابه بتاعتنا، العربيه الدبابه، وبقى في جشع وبقى في احتكار وعشان هو شغال لوحده. لا، الموضوع مش كده خالص. النهارده كل حاجه وصلت لكام؟ واخدين بال حضراتكم؟ النهارده كل قطعه غيار انا وصل سعرها كام وبقت كام، كل حاجه في السوق وصلت كام وبقت كام. ده عرض وطلب بقى، الدنيا بقت رايحه كده، كل يوم بتبقى بسعر. اشمعنى ما هو ده عربيات، الزيوت بسعر، العربيات بسعر، مش عارف الاكل بسعر، كله بسعر، كل ده بسعر، مش كده؟ عادي، سوق مفتوح. زعلان ليه؟ الزعل، بس انا اقول لك بقى الزعل ليه. الزعل ان انا اخد عربيه من الشركه ب 620,000 جنيه يديها للموزع، الموزع يبيعها يزود عليها 150,000 جنيه و200,000 جنيه، هو ده الموضوع. فبيقع هنا بقى، هنا الموضوع راح هنا بقى،
راح للشركه الاساس، اصل هو استغل. طب ما هو الراجل الموزع ده هو اللي استغل، لكن هو الغلط برضه عن الشركه تدي للموزع عشان يبيع كده. لا الكلام ده مش مظبوط. لا الكلام ده هو يوقع الشركه، فكان لازم يبيع من الشركه. هو بيبيع، او ممكن يكون في واحد معاه فلوس حاجه 3 4 عربيات حطهم عنده في المحل، بيبيع زي ما هو عايز. ما احنا كلنا بنجري ورا العربيه. فاحنا دي عربيه زي كل العربيات، تطمن مفيش مشكله خالص، كلها زي بقيه العربيات. العربيات ما بتختلفش غير في البود الخارجي بالمناسبه، وحاجات تفاصيل بسيطه قوي في الموتور. طيب هقول لك حاجه، العربيه الجي ام سي عربيه محترمه، كان في مشكله في الترخيص وخلصت، عشان بس يبقى احنا عشان يبقى حرام يبقى احنا بنتكلم كلمه حق. العربيه الجي ام سي تراخيصها كان موديل من الموديلات وخلص، والناس حلوا مع الناس وكل حاجه، ومفيش بعد كده كل الموديلات اللي نازله ما فيهاش مشكله. العربيه دي كل قطع غيرها دبابه وان كي ار، البيض بتاعها بيض دبابه، تيل الفرامل تيل دبابه، موتورها مفيش اي حاجه. عارف الاختلاف ايه؟ الهيكل البود الخارجي، وانا كنت اتكلمت في الموضوع ده. بس الكبوت والرفرف والاكسدام والشبكه والكشافات والكلام ده كله، كل العربيات اختلافها في كده. ما حتى في العربيات دبابه، يعني انت هتلاقي 90 لحد 2005 لحد 90 97 موديل، وهتلاقي 97 من 98 لحد 2005 ادي موديل، 2006 2007 موديل، 2008 ل 2013 موديل، 2014 ل 17 واول نص الاولاني من 18 موديل، 18 23 موديل. ما كل دي موديلات باشكال مختلفه، بكشافات مختلفه، برفرف مختلفه، كل موديل ليه حاجته. نفس النظام برضو في اي عربيه من العربيات. مع العربيه اهو دي عربيه جي ام سي. عشان كده العربيات ما بتختلفش غير في البودي، والمشكله كلها بتبقى خدمه ما بعد البيع والترخيص. هم دول الاثنين دول يا باشا. اجيب قطع غيار منين؟ متوفره. انا مش بتكلم على الموتور، موتور والله العظيم موتور دبابه اي حاجه هتلاقي هتركب اي حاجه، لكن الا البود الخارجي ده اجيب منين؟ متوفر. ده احنا على عيننا وراسنا. مش متوفر، هي دي المشكله اللي بتوقع اي عربيه، وانا قلت الكلام ده. تمام. تيجي يشتكي بقى في شكوى تانية بقى، العربيه مخنوقه، انا بمشي 110، العربيه 23 ماشيه 100، بتمشي 110 وانا لما بحمل بتتخنق. يروح رايح عامل ايه؟ يروح رايح لواحد بتاع طلمبات، يروح فاتح له على الطلمبه، انا ظبطت لك وعملت لك وبتاع، العربيه تروح ماشيه معاها على 150 160 ويبقى عندها عزي، راحت جايبه موتور. بص بقى الحوار بقى، يروح رايح الميكانيك، بصوا ادي عربيه 23 ايه منصوره جابت موتور. يا ابني ما هي انت فتحت على الطلمبه، ما انت لعبت في العدادات، ما انت لعبت في العدادات بتاعتها، مش انت لعبت في عدادات العربيه. طب اعمل لك ايه تاني؟ انت هتعمل ايه؟ قول لي بقى. لعب في عدادات العربيه هيعمل ايه؟ مش انت فتحت على الطلمبه. ايه اللي حصل بقى من الفتح على الطلمبه؟ انت اساسا رحت جايب موتور، تروح تقول 23 جايبه موتور. الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مش مظبوط. فعشان كده احنا مش عايزين نقول ايه ان انا العربيه 23 جابت موتور. جابت موتور منك انت. هو الشركه جت قالت لك ان انت روح افتح على طرمبه الجاز؟ لا. طب ما انت عارف فتح طرمبه الجاز، الدنيا كلها عارفه ان هو في مشكله في فتح طرمبه الجاز، يجيب موتور على طول.